بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناة كل يوم بداية جديدة. النهاردة معانا فيديو من بداية تجهيزات شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة معانا الحاجة اللي احنا ما بنستغناش عنها في رمضان وغير رمضان، العصاج، اللحمة المعصجة. الحقيقة انا قبل رمضان بعصج كمية لحمة واحطها في الفريزر، بتبقى سهلة جدا عليا. احطها في مكرونه بشاميل، احطها في كانيلوني، احطها في جلاش باللحمه المفرومه، احطها في اي حاجه. ساعات بنعمل القطايف باللحمه المفرومه، بتبقى جميله جدا. فالنهارده هنعمل العصاج مع بعض، فيديو بسيط وصغير. وطبعا اكيد كلكم عارفين العصاج، بس في ناس برضو ما بتعرفوش. في بنات لسه ما اتجوزتش، في بنات لسه عرايس جداد، لسه في حاجات لسه ما يعرفوهاش، فانا بعملها واضيفها للفيديوهات بتاعه القناه عندي. دلوقتي هنبتدي ان شاء الله. اولع النار، اسخن الحله. معايا نص كيلو لحمه مفرومه، ومعايا زيت نباتي، ومعايا بصله مفرومه، وملح وفلفل اسود وشويه بهارات مش كتير، بس كده. هحط الاول شويه زيت صغيرين مش كتير، لان دايما اللحمه المفرومه دي بتبقى فيها دهون شويه. انت بتطلبي من الراجل وانت بتشتري، عايزه مثلا دهون قليله او دهون كتيره، براحتك. يعني هي دي دهونها قليله، بس يعني ما بحبش احط فيها سمنه بصراحه. هستنى بس الزيت يسخن في الطاسه في الحله. بصوا انا حاطه زيت قد ايه، يعني بسيط جدا. عارفه باين؟ كده باين، حاجه بسيطه قوي يعني. وهنزل عليه البصله المفرومه، مفرومه ناعم كده اهي، هنزلها عليه. هاخد تشويحه كده للبصله، مش هحمرها، هشوحها بس. تشويحه بسيطه قوي، وبعدين هنزل باللحمه عليها. اول ما انزل باللحمه هحط على طول الملح والفلفل والبهارات. وهنفضل بقى نقلب فيها، بس هوطي النار شويه. هنفضل نقلب فيها لحد ما تستوي. ما فيهاش بقى، ما بنحطش اي سوائل ولا اي حاجه، هي هتنزل سوائل حاجه خفيفه كده وهترجع تشربها تاني. ممكن تضيفي عليها فلفل رومي اخضر متقطع، اللي هو الحلو مش الحراق. ممكن تضيفي فلفل الوان، كل حاجه على حسب الرغبه. بس دي انا بعمل لكم الطريقه الاساسيه خالص، اللي هي الساده اللي ما فيهاش اي حاجه. اهي بصي بقى، بدات تنزل ميتها. هرفع النار تاني شويه عشان ما تنزلش ميه كتير. نفضل نقلب فيها كده لحد ما نلاقيها استوت وبدات تفك من بعضها، تفرفر كده، تبقى حتت صغيره من بعضها. انا هفضل اقلب فيها لحد ما تستوي، وهوريها لكم. هي بتاخد حوالي 10 دقايق بالظبط على النار، ما بتاخدش وقت اكتر من كده. كده خلاص العصاج استوى اهو بقى بالمنظر ده. خلاص مفيهوش ميه وبدأ يتحمر وبقى جميل جدا كده، جاهز على الحشو. زي ما قلت لكم، حشوه الجلاش، حشوه اللحمه، حشوه المكرونه بالبشاميل، حشوه فطاير، حشوه قطايف، اي حاجه بتتحشي بالعصاج يبقى جاهز عندك في التلاجة. دي حاجه كانت من تجهيزات شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يعود علينا وعليكم بخير، لا فاقدين ولا مفقودين، وربنا يديكم الصحة والعافية. واشوفكم على فيديو جديد. مستنية تعليقاتكم ومستنية رسائلكم.
وما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب اللي لسه مشتركش عشان القناة تكبر بيكم وليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.